من أشهر وأطيب الحلويات الرمضانية لقمة القاضي أو العوامات، بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة بالبيت، مع طريقة التحكم بالشيرة إذا نحب تكون نسبة السكر بيها قليلة. عندي هنا كوب وربع من الطحين يكون منخول، رشة صغيرة من الملح، 1 ملعقة طعام ونص من النشا، نص ملعقة طعام من الخميرة الفورية والشكر. راح أضيف هنا نص كوب من المي الدافي، 1 ملعقة طعام وربع من الزيت. نضيف هنا نكهة الكراميل 2 ملعقة صغيرة، رشة صغيرة من الهيل المطحون هاي اختيارية. باقي مقدار المي راح نضيفه بالتدريج ونحركها بشكل زين إلى أن يصير قوام العجين ويانا ناعم ويكون وسط. نغطيها ونتركها إلى أن يتضاعف حجمها. قبل ما نبدأ بالقلي راح نضيف 1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر ونحركها بشكل زين. هنا البيكنج باودر راح ينطيها هشاشة وخفة أكثر. نحركها بشكل زين ومباشرة راح نبدأ بمرحلة التشكيل والقلي. نجيب هنا الملعقة نضيفها بالزيت، نصفيها ونبدأ مباشرة بالتشكيل. الزيت يساعد على أنه العجين ينزل بسهولة. نخليها بزيت غزير وحار والنار تكون وسط، على مود نعطي مجال للعجين من الداخل ينشف وما يبقى بيه سوائل. نصفي العوامات مباشرة وهي حارة. الشيرة أو القطر يكون ويانا جاهز وبارد. أنا هنا لأنه بالبيت نحبها قليلة الشكر، من نضيفها بالشيرة مباشرة نصفيها راح تطلع نسبة الشيرة بيها قليلة. كل ما تركناها بالشيرة أكثر راح تشرب شيرة بشكل أكبر ونسبة الحلا تكون بيها قوية. نصفيها وصارت العوامات ويانا جاهزة. أنا هنا زينتها تزيين بسيط بالنوتيلا البيضة ونقدمها بألف صحة وعافية. للأمانة طعمها هواية طيب ونسبة الشيرة بيها قليلة. جربوها وإن شاء الله تعجبكم.